جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح يكون هذا الفيديو من أسوأ المقاطع اللي راح اسويها في حياتي حرفيا، لان اليوم راح نتكلم عن ان روبلوكس راح تتقفل من المملكة العربية السعودية. طيب طبعا روبلوكس نزلوا هذا الاعلان، تمام؟ يعني اعلان رسمي، وهذا هو تمام. وإن بختصر لكم الإعلان كذا. يقولون روبلوكس إنه راح يحضرون روبلوكس من جميع الدول في يوم 1 سبتمبر، يعني بكرة. متخيلين بكرة راح تنحضر روبلوكس نهائيا من كل الدول. بس هذا القرار يمكن يكون صحيح ويمكن يكون برضو خاطئ. شوفوا الصراحة أنا ما أعرف إذا هل يعني راح تنحضر أو إن روبلوكس راح يحضرونها مثلا لمدة شهرين كذا ويرجعون يزينونها، يعني يعدلون الأخطاء اللي فيها وكذا. طبعا روبلوكس راح تنحضر بأسباب مرة كثيرة، ويعني أكيد كلكم تعرفون سالفة الولد القطري اللي طخ بسبب روبلوكس. يعني مصيبة كبيرة الصراحة، انه يعني لو تقفلت ايش بصير انزل لكم في القناة وايش. يمكن لو تقفلت روبلوكس اعتزل نهائي. فان شاء الله انها ما راح تتقفل. بس يا جماعة انتم متخيلين يعني روبلوكس اللي فيها كل حساباتنا والاشياء اللي نحبها كلها تروح على الفاضي كلها. راحة والله ما ادري ايش اقول، بس تخيلوا ان روبلوكس راح تتقفل نهائيا. وروبلوكس انتم ما تدرون لي كم وانا العبها جايز. انا روبلوكس لي 4 سنوات وانا العبها، ويمكن صرفت على حسابي فوق 2000 ريال. يعني حرفيا قهر. كل هذا راح يروح، تعب السنين والاشياء وكذا راح يروح. ليش طيب؟ ليش؟ يعني ابي اعرف بس ليش؟ يعني والله العظيم يعني قهر. ليه يعني؟ ان شاء الله انه يكون هذه بس اشاعات. والمشكلة ان روبلوكس نفسهم منزلين، من المصيبة ان روبلوكس نفسهم منزلين انه راح يعني تكفر. بس ان شاء الله وباذن واحد احد ان روبلوكس ما راح ان شاء الله يكون هذا الخبر اشاعة ومو صدق. ويعني مثل لانا ورورو ومس رورو وعسل ورورو جيمز، يعني ايش راح يصيرون ينزلون؟ ايش راح نصير نتابعهم؟ بس يا حلوين، ونتمنى كلنا وراح ندعي في كل صلواتنا ان روبلوكس ما تتقفل. وبس كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل كل شيء بعد كل شيء لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وبس اشوفكم في الفيديو الجاي.